وقد توجه إلى رئيس مجلس الوزراء. لكن تسألني أنتم الآن هل عندكم توجه لهذه المسألة رئيس الوزراء؟ لا يوجد هذا التوجه عندنا. احنا مقتنعين أن الرجل مجتهد في خدمة البلد. عندكم نية تقلبون عليه يعني؟ الحين تمدحونه. أنا قلت الرؤية الشاملة. أنا انتقدت ضعف أو انتقدت الاستجابة لطلبات الكتل، لكن أيضا أنا أرجع هذا إلى أن الرجل يأسف في ظروف غير عادية، رئيس وزراء من الأسرة الحاكمة، مع عدم وجود غطاء سياسي كافي له في المجلس، لكن الرجل أبدى تعاون في مواطن كثيرة. احنا يعني ولا يجري منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. احنا نقيم الرجل بحسناته سيئاته، بالصواب وبالخطأ. احنا نشوفه في مجال الصواب والحسنات أكثر منا في الجانب الآخر. دكتور، حتى لو طلباتنا مو قاعد تتحقق، حتى لو ما تم الرضوخ لنا مثل ما يتم تنفيذ طلبات الآخرين، احنا ننظر مصلحة البلد أكثر من قضايانا. يعيب على الكثير، يعيب على الدستورية إن أطروحاتها يعني غير واضحة. يعني تقول لك إحنا مع التنمية، يعني ما شيء عام، ما تبنى مشاريع، وأيضا يعني ما تلمس هم الشارع الكويتي. وقد يعني يجوز تطرح أطروحات ضد منطقتك أو أطروحات ما تهم منطقتك. شنو ردك على يعني أذكر أنا أن موضوع على الأسعار إحنا اللي أثرنا. أنا شخصيا أثرته في رمضان، وتقدمت بطلب جلسة بالتعاون مع الأخوان النواب، وتم عقد الجلسة، وقررت البطاقة التموينية الجديدة بناء على اقتراح قدمناه. التحقيق في المتسببين بزيادة الأسعار إحنا اللي قدمناه. تطاول على أملاك الدولة في البلدية والهيئة العامة والصناعة وإقالة القيادات، إحنا كنا وراء فتح الملفات. لكن إحنا مو كل المجلس. في الدور اللي إحنا نقوم فيه المفروض في أدوار أخرى يقوم فيها نواب آخر. مشكلة الحركة إن في 1000 من يحمل معول هدم حتى ينقضها ويشوه سمعتها. إذا تكلمت مع وزير قالوا لك كنت حكومي، إذا تكلمت ضد وزير قالوا لك كنت بتطيح حكومة ناصر المحمد، إذا دعمت شراء المديونيات قالوا لك كنت تسعى للتكسب الشعبي والشارع. إحنا وصلتنا مع شراء المديونيات. إذا رفضت إسقاط القروض قالوا لك كنت ضد المواطن. فأينما وضعت الحركة الدستورية نفسها في مكان ستجد من يتهمها في هذا المكان. ليش يتهمها؟ الحركة يعني اختيار سياسي موجود وقوي ونافذ له قواعده، والمنافسين يبون ينجحون على حسابك، فكل موقف لازم يضربونك فيه، يشوفون الزاوية السيئة فيه يتكلمون عنك. أنتم المنطقة الثانية الآن، أنت في صليبيخات على 25، كنت صليبيخات والدوحة وغرناطة. والدوحة. الآن في ضوء الدوائر الخمس أنت راح أو دائرتك راح تنضم إلى عبد الله السالم والشامية. بعد انضمامها لعبد الله السالم والشامية نشوف دكتور جمعان الحربش يقدم مقترحات، يقدم أسئلة كأنه يغازل الشامية وعبد الله السالم. شنو ردك؟ مثل شنو؟ يعني في مثال أكبر دليل أن وقوفه مع الاستجواب هذا دغدغة لمشاعر الشامية وعبد الله السالم. أو عموما يعني الأطراف اللي في الحركة الدستورية كانت ترى بشدة أن ما يرقى الموضوع إلى طرح الثقة هم نواب المعاطي الخارجية، زين أكثر من نواب المعاطي الداخلية، حتى بس يعني نكون واضحين. أنا أعتقد أن صليبيخات والدوحة أبدا ما غابت عن أجندة جمال الحربش. جميع الإصلاحات اللي تمت في المنطقة أو الخدمية أنا وجهتها لصليبيخات والدوحة غرناطة لأني أرى فيها نقص. ترميم المدارس، أنا تبنيت مدارس صليبيخات والدوحة. الأول مرة يرمم 14 مدرسة في فترة واحدة، وهذا تحسب للدكتور عادل الطبطبائي يتفاعل. ترميم مستوصفي صليبيخات والدوحة أنا خليت الأخوان في الوزارة يزورون، وتم إدراجها في أول مشروع ترميم يباشر بعد أسبوع من الآن. الخدمات في المنطقة أنا حريص جدا عليها، حتى القضايا اللي أحيانا ما تجد قبول. مشروع كشف تجنيس أبناء الشهداء أنا قدمته. المطالبة الوزير بإنصاف العسكريين الذين خدموا الكويت وتجنيسهم قبل أسبوعين أيضا كان لي تصريح ومطالبة في هذا المجال. دكتور خلنا أكثر صراحة. النائب الفاضل اللي شارك في المنطقة خلص بيتين يقوم بتجنيس من يستحق الجنسية في منطقة صليبيخات والدوحة وكذا.
احنا ما شفناك تجنس احد في هذه المنطقه، بس تقدم اقتراحات واسئله. يعني حتى ولا في دليل ان الاخ خالد بن مسير جنس فلان او ما جنس. انا قلت لك انا اعلامي انقل نبض الشارع. في ناس يقول لك ان فلان اللي جنسني وفلان اللي جنسني. ولا انت تملك معلومه ان انا يعني ما شفعت لشخص مستحق ونال الجنسيه. انا كل شخص مستحق بمن فيهم من عنده محصى 65 وملفات نظيفه ما فيها اساءه لامن البلد. انا سعيت لهم وسعيت لهم لانصافهم وتقديمهم على غيرهم. واعتقد يعني ان تم انصاف كثير من الحالات، لكن انا بطبيعتي ما اتكلم في هالموضوع ولا اخلي سواء كان انصاف في ملف جنسيه او غيره اطلب من الشخص انه يمشي ويسولف ويتكلم ويحط لوحه. هذه خلاف قناعتي لا الشرعيه ولا الاخلاقيه. حتى الاخ خالد بن مسير الامانه ما اعرف عنده التوجه انه يقول حطوا لي لوحه او اشكروني. انا ما اعيش هالازمه اللي انت تتوقعها. انا كل من عنده حق راح اسعى لانصافه سواء في جنسيه او في غيره. كشف الذمه الماليه اللي تقدمت فيها الحركه الى مجلس الامه، بل وصلتوا الى انكم تطوعتوا ان تكشفون ذممكم الماليه. هل هي للمحافظه على تجاركم الثلاثه اللي بالحركه علشان تثبتون حقهم انهم عندهم فلوس ويملكون؟ ماني شايف صلة بين نقدم كشف الذمة المالية ونحافظ على تجارنا. حافظ على تجارك اللي هم الثلاثة في الحركة الدستورية، تبين أقول لك أساميهم عشان يثبتون من تجارنا. خضير والصانع الكندري جمال الكندري. أنا أقول حتى الآن من خلال أي قناة أي شخص يملك أي إدانة لأي نائب فينا خاصة في الذمة المالية يجيبها لي شخصيا، قدمها لي شخصيا. وأنا أتعهد داخل الحركة. ما عندهم شركات عمالة دكتور؟ يعني خلينا نشوف هالأدلة هذه. احنا نسمع في الجرائد واحيانا يردد بين مكان وثاني انه فيه مشكلة هنا ومشكلة هناك، لكن لما تروح القضية للداخلية او النيابة تثبت براءة الشخص هذا. هل مطلوب مني انا اقول لا هذا متهم رغم انفه؟ انا اقول اعطونا الأدلة او قدموا الجهات المسؤولة الأدلة، وإذا ثبت عند أي واحد فينا تجاوز إذا إحنا ما وقفنا معاه إحنا متواطئين، أو عفوا ما وقفنا ضده إحنا متواطئين. لكن أنا ماني شايف السبب بتقديم الذمة المالية تطوعا. هذا تعهد إحنا قلناه، يعني سبحان الله هذا صار يحسب علينا، هذا يحسب لنا. قانون الذمة المالية وقعوا 25 إلى 30 نائب، إحنا اللي نجي بعد ما ننجح ونقول هاي ذمتنا المالية ونقدمها لرئيس مجلس الأمة وفاءنا بعهودنا. اليوم أصبح مجال للطعن فينا. وين النواب الثانيين اللي وقعوا تعهد بتقديم كشف الذمة المالية؟ ليش ما يقدمون كشف الذمة المالية الحين؟ أنا أقول هذه قمة النزاهة والعمل النظيف أنك تجي وتقدم كشف ذمتك المالية. دعيت إلى أن تكون لجنة للظواهر السلبية في مجلس الأمة؟ اي نعم، وصارت اللجنة موجودة. شنو عملها؟ لجنة الظواهر السلبية لها خطين. ظواهر داخل المجلس ولا خارج المجلس؟ لا خارج المجلس، في المجتمع الكويتي. لها خطين، الخط الأول لما تكون في مخالفات نستدعي الوزراء والمسؤولين نقف ضد هذه المخالفات. القضية الثانية قضية دراسة هالظواهر وتقييمها وإنشاء مؤتمر، إقامة مؤتمر. احنا في شهر 4 الأصل إنه راح بإذن الله راح يكون عندنا مؤتمر للظواهر السلبية، وراح نستدعي فيه كل الجهات المتعددة المختصة وننتهي إلى تشريعات وإجراءات. بس من ثمار اللجنة طلعت عدة قوانين. اليوم تجريم التشبه، اليوم هذا قانون موجود قدمه نواب موجودين في لجنة الظواهر السلبية. تجريم استخدام وسائل الاتصال في نقل الصور الفاضحة والابتزاز وانتهاك كرامات الناس، اليوم قانون أصبح موجود. قانون عمل المرأة في القطاع الأهلي أصبح تشريع موجود اليوم. القضية المهمة وأخلاقية قضية الشقق والفنادق والأجار اليومي، احنا وضعنا لها ضوابط صارمة بوزارة التجارة، بإذن الله الناس راح تشوف أثرها. يعني في السابق يروح أي